شاء الله اليوم عندنا قرب عندنا السمين هذا. تعال وين؟ خلنا نرفع. تعال نبي نسوي شنو؟ نبي نسوي بريه. نحن حاطين الا شويه بهارات حب. دايم الخروف مع اني انا لو ما يأيدوني الربع ما احط معاه الا فقط بصل يبين لك طعم الحمى وتصير حتى العيش لونه ابيض فاتح وناسه. لكن الربع عاد قال ابو حمود نبي شويه بهار نبي ندخله بريه. تعال يلا ونقول بسم الله. تعال هذا خروف. بسم الله. نزل على ماي باتر عادي، نزل عليه طلع منه زباده اللي هو الوسط اللي يطلع منه زبره، باقي الدم طلع ونشخره ونزل عليها بهارك وملحك وكامل مع بصل كله وخلاص. نزلنا الخروف كامل. الحين عاد منه اللي هو عندك اليدين والجنوب بعد ما تطلع الزفره والريم تخليه شوي بس وتنزل، لان هذا يستوي بسرعه مو مثل الخروف، خاصه ما شاء الله الخروف سمين يبي له شويه طبخ، يبي له وقت. اللي يقول ابو حمود لا تقلبه ولا شلون طريقه تقلبه، ما يحتاج. الخروف اذا طبخته عدل ما يحتاج. طبعا انا بقلب الخروف اني على ظهره بخليه 40 دقيقه، عقب انا بقلب على الصوب الثاني واخليه يطبخ تقريبا بعد حول نص ساعه، كلها ساعه و10 يكون جاهز. هذه بدأت تطلع زفرة اللحم، هذه كلها لازم تنشاف، لكن سكر عليه عشان يطلع اكثر. اذا فتحت الجدر خليته مفتوح ترى ما تطلع واجد، خله لين يطلع اللي فيه. شوف هذا كله ينشاف. هذا اللي هو طبعا الناس والله التعليقات تجيني تقول ابو حمود لا تقول الريم. شوف نجمع كله وشيله على طول. هذا كله اللي هو هذا ترى بقايا دم، نكهته يخرب عليك الذبيحه بالكامل، لازم تشيله كله. صفيه وعقب عاد نحط شنو اللي هو مطيبات الطعام، من بهار ولا من خضره ولا من اللي تبي. نقول بسم الله. تعال بعد ما شلنا زباده الخروف كله، انا والله ماني حاط ولا نقطه بهار، لا مطحون ولا حب. فلفل بارد وفلفل حار وبصل وطماط وثوم. هذه بهارات الخروف لا صارت دقيقه. اول شيء يعطيك نكهه في العيش وذوق طعم الحمى بدون اي اضافه، ملح فقط. والحين ننزل على شنو اللي هو باقي اليد والجنب، لانها ما تبي لها طبخ، هذه ساعه وترفعها على طول. انا نسيت لا اصوركم بعد ما قربت الخروف حطيت عليه 4 حبات لومي بس عشان طعمه، والحين اخليه تقريبا خروفنا خلص هني عشان يطلع باقي الدم اللي بظهره. خلاص انا دخلناه فرن عاد ولا يبونه الربع بيضه كيف. الحين عاد نبي نملحه دامنا خلاص خلى 40 دقيقه وياخذ تقريبا 50 دقيقه الى ساعه. انا بخليه ساعه و10. نزل عليه شويه ملح، طبعا تشوفون يزيد الملح الناعم يبي له زياده، مو مثل ملح الخشن. ملح الخشن ناعم. شوف انا ملح الخروف تبي تطلع حبه عيش بيضه بدون اي زياده بهار. بسم الله. طبعا لو جيت باخذ اول شيء خذ من جسم الخروف، هو اللي يزين لك شنو حبه العيش. بسم الله. الحين عاد خذ من الماء بشكل عشوائي، لكن احرص على شنو على الدسم هذا احرص انك تاخذه كله. خلطة الخروف شوية صفر زعفران وشوية ملح مع ماي من ماي الذبيحة، وادهن فيها خروف ودخله بالفرن وخليه يتحمش على راحته. ربع يبون التحميش شوي، ما شاء الله شوي بسيط بس كلون، والملح يعطيك شوي مع التحميش الشحم بالذات اذا صار محمش ومالح شوف طعمه عجيب. يلا بسم الله نكب الحين العيش، ناخذ قياسه لا مايه زايد. بس شوف الدسم اللي هو اللي بيضبط لك عيار العيش. الحين بننزل عليه شنو اللي هو الفلفل على طرف، بس هذا شيله مسكوس كذا، وهذا ماي الزعفران حطه على طرف وخلص. قصر عليه النار الحين وخليه. طبعا الطريقه هذه اعتمدها انا، لا تحمر الخروف انزل عليه شنو شويه من المروقه، تعطيه نكهه وتعطيه هم تحمير 100%. طريقه تشرب المرقه اعتمدها. بسم الله. تعال مشاري. تعال كيف شوف
ترى هذا الحشو الحين. ها تعال قرب قرب ابي حبة العيش. انا تعال 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 شوف لي حبة العيش. ترى كله واحد كله واحد. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. بسم الله تبارك الرحمن. الحين ننزل عليه العيش جاهز. نبي ننزل عليه هذا الشب وبعطونا رايكم.